في إطار مواجهة حرب المخدرات الشرسة التي يشنها نظام المخزن ضد بلادنا من خلال محاولة في سياق الحرب الشرسة اللي راهو يشنها نظام المخزن ضد بلادنا، ومن خلال محاولته اليائسة باش يغرق الجزائر بالسموم والمخدرات، جاو الرجال وداروا الواجب. واش صرا البارح الجمعة في الليل في منطقة بني ونيف الناحية العسكرية الثالثة، مفارز من الجيش الوطني الشعبي فاقوا لمحاولة تسلل غادرة. العملية أسفرت على القضاء على مهربين 2 من جنسية مغربية كانوا حابين يدخلوا كمية كبيرة من الكيف المعالج، الماروخة المروكية. المحجوزات: تم حجز 49 كيلوغرام من الزطلة. تحديد الهوية: تم التعرف على واحد من المهربين واسمه بندودة عبد القادر، اللي قرب للنار تحرقه. هذه هي الرسالة اللي بعثها الجيش الجزائري للنظام المغربي. أي محاولة للمساس بحرمة التراب الوطني ولا أمن المواطن راح تتقابل بالنحاس المجمر، ما كانش اللعب. وحدات الجيش تاعنا اللي راهي مرابطة على طول الحدود أكدت اليوم باللي راهي واجدة في الشبكة وبكل احترافية باش تحبط أي مخطط دنيء يجينا من وراء الحدود الغربية. التي اليائسة والمتكررة لإدخال كمية كبيرة من هذه السموم باستعمال شتى الطرق والوسائل، وهو ما تثبته الكمية المحجوزة يوميا عبر حدودنا الغربية. تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي ليلة أمس الجمعة بمنطقة بني ونيف بالناحية العسكرية الثالثة من القضاء على مهربين 2 من جنسية مغربية كان بصدد إدخال كمية من الكيف المعالج إلى داخل التراب الوطني،